النهاردة هنتكلم عن مشروع ضخم، مشروع بيغير مستقبل مصر اللوجستي والتجاري. ميناء السخنة، ميناء مصر على البحر الأحمر. ميناء مش عادي، ده ميناء قدر يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء مصنوع بالبشر على الأرض، بعمق وصل 19 متراً تحت سطح البحر. ده عمق ما تسجلش قبل كده في أي ميناء من صنع الإنسان في العالم كله. يعني باختصار، ميناء السخنة مش بس مكان بيرسوا فيه السفن، ده تحفة هندسية عالمية، رقم عالمي، إنجاز يكتب بتاريخ مصر. واللي هتشوفه في الحلقة دي إن الميناء ده مش مشروع عادي، ده مش بس ميناء، ده مشروع دولة كاملة بتشتغل في التجارة العالمية وتستعد تكون بوابة مصر الجديدة للتجارة الدولية. من هنا بتمر بضاعتك لو جاية من آسيا أو هتروح لأوروبا أو حتى الخليج. يلا بينا نغوص في التفاصيل في الحلقة دي. هنعرف ليه بنتكلم أصلاً عن ميناء السخنة، وليه الدولة حطت عليه كل التوسعات دي، وليه بقى محور لكل التجارة العالمية اللي ماشية بين الشرق والغرب. خليك معانا، لأن ده مش ميناء، ده بداية قصة مصر مع التجارة العالمية. أول سر في الحكاية هو المكان. ميناء السخنة موجود في نقطة مميزة جداً، مكان بيجمع بين آسيا والخليج وإفريقيا وأوروبا في خط واحد. الميناء ده قريب من أهم خطوط التجارة اللي ماشية في العالم كله، وده لوحده كفيل يخلي أي دولة تستثمر فيه بكل قوتها. قريب من ممر التجارة الأول في العالم، قناة السويس. تخيل إن أكبر سفن العالم وهي جاية من الصين أو الهند ورايحة أوروبا معدية من قناة السويس. مين اللي واقف على الباب؟ ميناء السخنة. قرب الميناء من قناة السويس بيخليه محطة لوجستية استراتيجية، وبيعمل دور ضخم في الترانزيت وخدمة السفن العملاقة. أرض واسعة ومناسبة للتوسع الكبير. منطقة السخنة من المناطق الهادية اللي فيها مساحات ضخمة مفتوحة. ده معناه إنك تقدر تبني أرصفة كبيرة، محطات حاويات، مناطق صناعية، مخازن لوجستية، توسعات مستقبلية من غير ما تبقى مزنوق. وده السبب اللي خلى الدولة تختار المكان ده لمشروع طويل المدى، مش ميناء صغير وخلاص. مناخ هادي وبدون عواصف قوية. البحر الأحمر عند السخنة يعتبر من أنظف وأهدى المناطق البحرية. مفيش عواصف كبيرة، ومستوى الأمواج ثابت طول السنة تقريباً. وده معناه تشغيل مستمر، وما يتوقفش كل شوية بسبب جو مش مناسب. ودي ميزة بتفرق جداً مع شركات الملاحة. قريب من العاصمة الإدارية والمناطق الصناعية. الميزة الكبيرة اللي ناس كتير مش واخدنا بالها منها إن السخنة قريبة جداً من العاصمة الإدارية، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصانع جديدة في محور الجلالة، مناطق صناعية ضخمة بتتبني، مراكز إنتاج وشركات عالمية. كل ده بيخلي الميناء مش بس مكان يستقبل سفن، ده مكان بيستقبل بضايع وبيتصلب بيها وبيطلع منها منتجات. الدولة اختارت ميناء السخنة لأنه موقع عالمي، قريب من قناة السويس، أرض واسعة، جو مستقر، قريب من العاصمة والمناطق الصناعية. يعني اختاروا المكان اللي يقدر يغير شكل التجارة في مصر بالكامل. أول مرة اتقال اسم ميناء السخنة. قصة ميناء السخنة ما بدأتش من كام سنة، لا، الموضوع قديم. أول مرة يتقال اسم ميناء السخنة كان حوالي سنة 2000، وقت ما الدولة كانت بتدور على مكان تعمل فيه ميناء جديد على البحر الأحمر غير سفاجن والغردقة. وقتها كان التفكير بسيط، نعمل ميناء يخدم المنطقة دي وخلاص. المشروع بدأ صغير، وكان مجرد رصيف واحد ومحطة بسيطة، مكان متواضع جداً مقارنة باللي هنشوفه النهاردة. من 2004 لحد 2014 الميناء اشتغل، واتعملت شوية تطويرات خفيفة، زيادة بسيطة في الأرصفة، توسيعات محدودة، تشغيل عادي من شركة موانئ عالمية DP World. لكن ما كانش فيه رؤية إن الميناء ده يتحول لمحور إقليمي أو سوبر ميناء. كان مجرد ميناء شغال على قده، كل حاجة كانت ماشية، بس من غير خطة كبيرة. السنة اللي غيرت شكل الميناء كانت 2016. ليه؟ عشان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي. مع تأسيس الهيئة الاقتصادية للقناة، الموضوع ما بقاش ميناء صغير، المسألة اتحولت لخطة دولة كاملة، هدفها تحويل السخنة لمركز تجارة وصناعة عالمي. ومن هنا بدأت توسعات ضخمة، تعميق ممرات، أرصفة جديدة بكيلومترات، محطات حاويات عالمية، مصانع ومناطق لوجستية حوالين الميناء. وده السبب
اللي خلى السخنة تدخل موسوعة جينيس بعد كده. المشروع خرج من نطاق تطوير ودخل في مستوى إعادة بناء من الصفر. الشركات اللي شاركت في كل مرحلة قبل 2014 دي بي وورد كانت بتشغل المحطة الرئيسية في الميناء بشكل محدود. بعد 2016 لحد النهاردة دي بي وورد محطات جديدة. هاتشيسون بويرتس واحدة من أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم. COSC الصينية، شركات مصرية في الإنشاءات زي المقاولون العرب، أوراسكوم، شركات هندسية كبيرة في الحفر والتكريك. المزيج ده من شركات عالمية ومحلية هو اللي خلق التطور الضخم اللي حصل. الميناء بدأ صغير سنة 2000، تطوير بسيط قبل 2014، انفجار عالمي. بعد 2016 شركات عالمية دخلت واشتغلت بصمت. والميناء النهاردة حاجة تانية خالص، مشروع دولة مش مشروع ميناء. في سنة من السنين ميناء السخنة عمل حاجة محدش في العالم عملها قبل كده. مش توسعة عادية، مش رصيف جديد، ده حفروا البحر نفسه لحد ما وصلوا لعمق داخل موسوعة جينيس 19 متر تحت سطح البحر. أعمق حوض ميناء مصنوع بالبشر في العالم كله. يعني إيه 19 متر؟ يعني سفن عملاقة زي اللي شايلة أكتر من 24 ألف حاوية تقدر تدخل الميناء من غير ما تلمس القاع ولا تخاف من الغطس. دي سفن ما كانتش بتدخل غير موانئ قليلة جداً في العالم زي روتردام وسنغافورة. النهاردة بتدخل مصر، بتدخل السخنة. ليه العمق ده مهم جداً؟ السفن كل سنة بتكبر، كل ما السفينة تكبر بتشيل بضاعة أكتر وتكلفة النقل تقل. لكن المشكلة دايماً كانت، هل الميناء عنده عمق كفاية؟ لو العمق قليل السفينة لازم تمشي بنص حمولة أو ما تدخلش خالص. السخنة لما وصل ل 19 متر قال لكل سفن العالم تعالوا بكامل حمولتكم، الميناء مستعد. وده معناه بضاعة أكتر، شركات ملاحة أكتر، فلوس أكتر، وتجارة أسرع. ليه ده إنجاز عالمي؟ لأن حفر بحر بعمق 19 متر على مساحة ميناء كامل مش مشروع عادي، ده مشروع تكريك ضخم، مليارات جنيهات تكنولوجيا بحرية نادرة وخبرات عالمية. مفيش ميناء مصنوع بالبشر وصل للعمق ده قبل كده. وعشان كده ميناء السخنة دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء صناعي في العالم. إزاي تنفذ حفر الحوض؟ اللي حصل مش كان حفر بسيط، ده كان عملية هندسية مرعبة. دخلت حفارات بحرية عملاقة اسمها كراكات بتسحب ملايين الأمتار المكعبة من الرمال والطمي من قاع البحر. الحفر كان بيتم بالليزر، بالسونار، بخرايط قاع البحر علشان العمق يكون دقيق بالملي. الغلط هنا كان معناه سفينة تغرق أو مشروع يفشل. العملية دي شاركت فيها شركات تكريك عالمية، شركات مصرية في الأعمال البحرية، معدات حفر بحرية من أكبر اللي في العالم، سفن دعم، سفن شفط، ونصب مراقبة عمق على مدار 24 ساعة. والتنفيذ كان تحت إشراف الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وشركات استشارية دولية. ميناء السخنة مش كبر بس، ده نزل لتحت البحر ووصل لرقم محدش وصله، 19 متر. رقم خلى الميناء يبقى واحد من أقوى موانئ العالم، مش في المنطقة، في العالم كله. بعد ما السخنة بقى عنده أعمق حوض في العالم كان لازم يلبس جسم جديد يليق بالعمق ده. وهنا بدأت مرحلة التوسعات العملاقة. مش ترقيع، مش توسعة صغيرة، ده إعادة تصميم الميناء من جديد. الأرصفة الجديدة. الأرصفة هي المكان اللي السفينة بتركن فيه. قبل التوسعات كان الميناء محدود، بعد التوسعات بقى مدينة بحرية. الطول الإجمالي للأرصفة بقى كيلومترات كاملة، يعني مش سفينة ولا 2، عشرات السفن العملاقة تقدر ترسو في نفس الوقت. وتم تقسيم الأرصفة حسب نوع البضاعة، أرصفة مخصصة للحاويات، أرصفة للبضائع العامة، أرصفة للسيارات، أرصفة للبضائع الثقيلة والمعدات. كل نوع ليه مكانه، وكل سفينة لها بوابة خاصة بها. وده خلى الميناء يشتغل بسرعة من غير تكدس ومن غير زحمة. 2. تعميق الغاطس. الغاطس هو المسافة بين قاع السفينة وقاع البحر. كل ما السفينة أكبر كل ما الغاطس يكون أعمق. السخنة اتربط بالممرات البحرية العميقة اللي جاية من قناة السويس، يعني السفن العملاقة ما تدخلش نص حمولة، تدخل مليانة للآخر. وده فتح الباب لدخول سفن 24 ألف حاوية. دي أكبر فئة سفن حاويات في العالم. سفن بالحجم ده كانت بتعدي من قدام مصر، دلوقتي بتدخل مصر.
3. المحطات الجديدة علشان الميناء يشتغل صح كان لازم يبقى فيه محطات متخصصة. محطة الحاويات 1. دي أول محطة تم تطويرها بشكل ضخم، بتشيل ملايين الحاويات سنوياً وفيها أحدث أنظمة تحميل وتفريغ. محطة الحاويات 2. دي محطة جديدة كلياً، معمولة علشان تستقبل السفن العملاقة ومتوصلة مباشرة بالغاطس العميق. محطة البضائع العامة دي بتخدم الحديد، القمح، المعدات، الأخشاب والبضائع الثقيلة. مين اللي بيشغل كل ده؟ هنا بقى دخلت الكبار. دي بي وورد، واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. هوتشيسون بويرتس، شركة عالمية بتشغل موانئ في أكثر من 50 دولة. وجودهم في السخنة معناه حاجة واحدة: ثقة عالمية، تشغيل بأعلى معايير، وجذب لشركات ملاحة عملاقة. السخنة بعد الفصل ده ما بقاش ميناء، بقى شبكة موانئ جوه ميناء، أرصفة بالكيلومترات، غاطس عميق، محطات عالمية، ومشغلين دوليين. وده اللي خلاه جاهز للمرحلة الأخطر، مرحلة إنه يبقى بوابة مصر للتجارة العالمية. ميناء السخنة لوحده كان هيبقى قوي، بس اللي خلاه مشروع دولة حقيقي هو اللي اتحط وراه: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. دي مش مجرد أراضي حوالين الميناء، دي منطقة معمولة علشان مصر تدخل عالم التصنيع والتصدير بقوة. الدور الأساسي: مصر تبقى مصنع كبير. الفكرة كانت واضحة، مش عايزين مصر تبقى مكان سفن تعدي، عايزينها تبقى مكان حاجات تتصنع. يعني إيه؟ يعني الخامات تيجي تدخل مصانع تطلع منتجات وتسافر على السفن من نفس الميناء، من غير ما تدخل وسط البلد، من غير جمارك معقدة، من غير تأخير. ده اللي اسمه منصة تصنيع وتصدير عالمية. أنواع المصانع في السخنة: جوه المنطقة الاقتصادية في السخنة في أنواع مصانع مش عادية، مصانع حديد وصلب، مصانع أسمنت، مصانع كيماويات، مصانع كابلات وكهرباء، مصانع سيارات ومكونات سيارات، مصانع طاقة جديدة، مصانع خلايا شمسية، مصانع هيدروجين أخضر. يعني مش ورش، دي صناعات تقيلة وصناعات استراتيجية. استثمارات ضخمة من العالم، السخنة دخلها فلوس من كل اتجاه. الصين مصانع عملاقة جاية ضمن طريق الحرير، الإمارات عن طريق دي بي وورلد وشركات لوجستية وصناعية، السعودية في صناعات طاقة ومصانع جديدة، غير شركات أوروبية ويابانية. إحنا بنتكلم عن مليارات دولار اتضخت في منطقة واحدة. الوظائف والتنمية: كل مصنع يعني عمال، مهندسين، نقل، سكن، مدارس، خدمات، حياة كاملة. السخنة ما بقتش ميناء، بقت مدينة صناعية، وفيها عشرات الآلاف من فرص العمل، تدريب، نقل، خبرة، وخلق طبقة صناعية جديدة في مصر. الصناعات الثقيلة أهم حاجة في المشروع ده إنه دخل مصر في الصناعات اللي بتبني الدول: الصلب، الكيماويات، الطاقة، الهندسة الثقيلة، مكونات العربيات، معدات البنية التحتية. دي صناعات بتخلي الدولة مش بتستورد لكن بتصبر. ميناء السخنة بلس المنطقة الاقتصادية مش مشروع موانئ، ده مشروع دولة صناعية. مصر هنا مش بتعدي بضايع، مصر هنا بتصنع وتصبر وتنافس العالم. ميناء من غير طرق زي قلب من غير شرايين، وعشان كده الدولة ما بنتش السخنة لوحده، بنت شبكة كاملة حواليه، شبكة تخلي أي حاوية توصل من البحر لأي حتة في مصر وفي وقت قياسي. السخنة اتربط بشبكة طرق تعتبر من الأقوى في الشرق الأوسط: طريق الجلالة، طريق نازل من فوق الجبل واصل بين الميناء ومدن البحر الأحمر وبيختصر وقت الرحلة للنص. طريق القطامية، العين السخنة، ده الطريق الرئيسي اللي بيطلع على القاهرة ومنها لكل الجمهورية. الطريق الساحلي الجديد، ده بيربط الميناء بمناطق صناعية ومدن جديدة على البحر الأحمر. محور السخنة، الإسكندرية، ده أخطر طريق لوجستي في مصر، بيربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط من غير ما تعدي على مدن زحمة. يعني الحاوية تطلع من سفينة في السخنة وتوصل لميناء اسكندرية في ساعات. المرحلة الأخطر كانت إن الميناء يدخل شبكة القطارات. تم تنفيذ ربط الميناء بخطوط السكة الحديد علشان الحاويات تتحرك بالقطار مش بالشاحنات بس. وكمان القطار الكهربائي السريع هيبقى واصل السخنة بالعاصمة الإدارية وبالقاهرة وبالصعيد. يعني عامل مهندس بضاعة كله هيتحرك بسرعة غير مسبوقة. السخنة ما بقاش ميناء لوحده،
بقى قائد شبكة. على البحر الأحمر متوصل مع سفاجة، الغردقة، نويبع، يعني السفن تتوزع والشحن يتم بذكاء. على البحر المتوسط متوصل مع ميناء الإسكندرية، ميناء بورسعيد، يعني البضاعة تدخل من السخنة تطلع على المتوسط تسافر أوروبا من غير ما تغير ميناء. ميناء السخنة مش نقطة نهاية، ده نقطة توزيع. طرق، قطارات، موانئ كلها مربوطة فيه، وده اللي خلاه أكبر بوابة لوجستية في تاريخ مصر. ميناء السخنة مش معمول علشان يخدم مصر بس، ده معمول علشان يدخل مصر جوه شبكة التجارة العالمية الكبيرة. السخنة بقى حلقة وصل بين مصانع الشرق وأسواق الغرب، ربط مصانع آسيا بأوروبا. أكبر مصانع في العالم موجودة فيه: الصين، الهند، شرق آسيا. أكبر مستهلكين في العالم فيه أوروبا. السفن بتمشي من الصين تعدي المحيط الهندي، تدخل البحر الأحمر وتوصل لقناة السويس. وهنا بقى ميناء السخنة هو أول بوابة كبيرة تقابل على البضاعة، تنزل تتخزن، تتوزع، أو تدخل مصانع، وبعدين تكمل طريقها لأوروبا. يعني مصر بقت محطة أساسية، مش ممر بس، استقبال، ترانزيت ضخم. الترانزيت يعني بضاعة جاية من دولة بتقف في مصر وبعدين تكمل لدولة تانية. السخنة بقى مركز ترانزيت عالمي، زي سنغافورة، زي جبل علي، زي روتردام. سفن تيجي تفرغ، سفن تانية تشيل في نفس اليوم، وده بيجيب عملة صعبة، بيشغل عمال، وبيخلي اسم مصر دايماً على خريطة الملاحة. شغل شركات الملاحة العالمية، أكبر شركات الشحن في العالم، بقت ليها وجود في السخنة، لأن الميناء عميق، الأرصفة طويلة، التشغيل سريع، والطرق مربوطة. وده خلى خطوط ملاحة جديدة تضيف السخنة في رحلاتها الرسمية. يعني السفينة تقول شنغهاي السخنة، روتردام، مش تعدي من غير توقف. زيادة الطاقة الاستيعابية لقناة السويس. قناة السويس بتعدي منها السفن بس، الموانئ هي اللي بتمسك البضاعة. السخنة لما كبر قدر يستقبل سفن أكتر وبضايع أكتر، وده خلى القناة نفسها تشتغل بأقصى طاقتها. يعني كل توسعة في السخنة بتزود قيمة قناة السويس وتخليها مش بس ممر، لكن مركز تجارة. ميناء السخنة بقى بوابة الشرق للغرب، ومركز توزيع، ومحطة ترانزيت، ونقطة قوة في قلب التجارة العالمية. ميناء السخنة لما دخل المرحلة العالمية ما كانش ينفع يشتغل بعقلية محلية، كان لازم يدخل كبار اللعبة. وعشان كده أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم دخلت السخنة. دي بي وورد دي شركة موانئ مملوكة لدبي، وبتشغل موانئ في أكتر من 70 دولة. يعني لما دي بي وورد تدخل ميناء ده إعلان رسمي، المكان ده بقى على الخريطة العالمية. دي بي وورد هي اللي شغالة في محطة حاويات السخنة، وبتدير العمليات والتحميل والتفريغ والتخزين بمعايير عالمية. هاتشسون بورتس دي واحدة من أخطر شركات تشغيل الموانئ في العالم، بتشغل موانئ في أوروبا، آسيا، أمريكا، أفريقيا. لما هاتشسون تدخل السخنة ده معناه إن الميناء بقى مربوط بشبكة موانئ عالمية. يعني السفينة اللي داخلة السخنة ممكن تكون طالعة من ميناء تابع لنفس الشركة في الصين، وراية على ميناء تابع لها في أوروبا. شبكة واحدة، تشغيل واحد، وتدفق شحن ما بيوقفش. كوسكو الصينية دي عملاق الشحن البحري في الصين، واحدة من أكبر شركات الملاحة في العالم. وجودها في السخنة يعني إن خطوط التجارة الصينية أخدت الميناء ده كنقطة استراتيجية، وده بيربط مصانع الصين بأسواق أوروبا عن طريق مصر. السخنة كمركز تخزين وتوزيع. بوجود الشركات دي السخنة ما بقاش مكان تفريغ بس، بقى مخزن عالمي، مركز توزيع، محطة إعادة شحن. البضاعة تيجي تتخزن، تتعاد تعبئتها، تتوزع على سفن تانية وتطلع لبلاد تانية، زي ما بيحصل في جبل علي، سنغافورة، روتردام. لكن المرة دي في مصر. وجود دي بي وورد وهاتشسون وكوسكو مش مجرد أسماء، دي شهادة عالمية إن ميناء السخنة بقى لاعب كبير في تجارة العالم. بص يا صاحبي، لما تبص على ميناء السخنة من فوق هتفهم إن ده مش مشروع اتعمل وخلاص، ده مشروع معمول علشان يأكل اقتصاد مصر شغل لسنين لقدام. تعال ناخدها واحدة واحدة. فرص العمل المباشرة من أول يوم تشغيل. السخنة فتحت باب رزق لآلاف العمال والمهندسين والسواقين والفنيين، وكل ما الميناء يكبر ويتوسع عدد الناس اللي بتشتغل جوه وحوالين الميناء بيزيد. ده غير الشغل اللي بيطلع بره، زي النقل والتخزين والورش
وشركات الخدمات اللي بتشتغل مخصوص للميناء. يعني الميناء مش بس مكان بيعدي منه بضايع، ده مدينة شغل كاملة. زيادة إيرادات قناة السويس، وده جزء مهم جداً. لما يبقى عندك ميناء ضخم على طرف قناة السويس، بتضيف قيمة زيادة للسفن اللي معدية. سفن كتير بتيجي تنزل وتشحن حاويات، تغير مسار، تعمل صيانة بسيطة، أو حتى توقف وقت قصير. كل عملية من دول فلوس داخل البلد، وأموال مباشرة ليها علاقة بالقناة نفسها. يعني مش بس رسوم عبور، لأ، بقى في خدمات لوجستية مكملة، جذب استثمارات أجنبية. وجود شركات عالمية زي دي بي وورلد وهاتشيسون مش رفاهية، دي شهادة اعتماد دولية للمكان. أول ما مستثمر عالمي يشوف إن الشركات دي موجودة، يعرف إن المنطقة آمنة، مربحة، ومستقبلها كبير. وده اللي حصل بالفعل. مصانع جديدة، شركات تجميع، مصانع تغليف، مستودعات تبريد، كل ده ظهر حوالين السخنة بسبب ثقة المستثمرين. دعم الصناعات التحويلية، وده بقى أهم نقطة في المستقبل كله. أي صناعة في العالم محتاجة 3 حاجات: مدخلات خام، نقل رخيص، وسوق تصدير سريع. السخنة بتعمل ال3. الخام يوصل بسرعة من بره، تكلفة النقل بتقل لأن الميناء قريب من المصانع، والتصدير بيطلع على طول من نفس المكان. وده اللي خلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتحول لواحدة من أسرع المناطق نمواً في الشرق الأوسط. مصانع تجميع سيارات، إلكترونيات، مواد بناء، كيماويات، وغيرهم كتير. باختصار، وجود ميناء زي السخنة مش مجرد بوابة للبحر، ده موتور اقتصادي شغال 24 ساعة، بيسحب معاه تشغيل وصناعة واستثمار، وبيزود قوة قناة السويس، لأنها مش بس ممر، بقت مركز خدمات عالمي. السخنة النهاردة ميناء قوي، بس بكرة هيبقى حاجة تانية خالص. احنا مش بنتكلم عن مشروع بيخدم جيل واحد، ده مشروع مطلوب يخدم منطقتين كاملين، الشرق الأوسط وأفريقيا. تعال نبص لقدام شوية. هدف مصر ميناء محوري إقليمي. السخنة مش معمول علشان يبقى ميناء على البحر الأحمر وبس، ده معمول علشان يبقى المحور الرئيسي اللي كل التجارة حواليه بتلف. يعني إيه ميناء محوري؟ يعني مركز توزيع بضاعة لشرق أفريقيا، محطة ترانزيت لسفن آسيا وأوروبا، بوابة ربط بين الخليج وشمال أفريقيا، نقطة ربط لوجستية بين البحر الأحمر والمتوسط. المنافسين جبل علي، جدة، الدوحة، لكن السخنة عنده ميزة محدش يقدر ينافسه فيها: قربه من قناة السويس. ده لوحده بيخليه طبيعة الميناء تكون عالمية مش إقليمية بس. دور السخنة في مبادرة الحزام والطريق. الصين شايفة السخنة كجزء مهم جداً في مشروعها الأكبر، مبادرة الحزام والطريق. المبادرة دي مبنية على 3 حاجات: خطوط تجارة، موانئ استراتيجية، مراكز تصنيع وتوزيع. السخنة بتنطبق عليه ال3. على خط التجارة من الصين لأوروبا، في شركات صينية بالفعل جنب مصانع المنطقة الاقتصادية اللي بتخدم طريق الحرير. وفعلياً في خرائط طريق الحرير الجديدة، مصر والسخنة بالذات بقت نقطة رئيسية في النص ما بين آسيا وأوروبا. يعني الصين مش بس بتعدي من مصر، دي بتعتمد على مصر، وده بيزود ثقل الميناء سياسياً واقتصادياً. خطط 2030 و2053، المستقبل اللي جاي للسخنة، متقسم على مرحلتين. خطة 2030 تعظيم القدرة التشغيلية. الهدف هنا مضاعفة عدد المحطات، مضاعفة الطاقة الاستيعابية للحاويات، ربط الميناء بالكامل بالقطار الكهربائي السريع، زيادة مناطق التخزين المبرد والجاف، توسيع شبكة الطرق اللي خارجة من الميناء. يعني 2030 هي سنة توسيع الجسم. خطة 2035 العاصمة اللوجستية. دي المرحلة اللي السخنة هتطلع فيها من مستوى ميناء كبير
لمستوى مدينة لوجستية عالمية. اللي جاي مدينة لوجستية كاملة حوالين الميناء، مصانع عالية التقنية، مركز إعادة شحن وتوزيع أفريقي، محطة حاويات إضافية للترانزيت الثقيل، ربط مباشر بمدن القناة والعاصمة وشبكة السكك الحديد. يعني السخنة مش بس هتخدم البحر الأحمر، هتخدم القارة كلها. ميناء السخنة اللي بدأ كمشروع على ورق بقى النهاردة عملاق إقليمي، وبعد 2035 هيبقى واحد من أهم الموانئ المحورية في العالم. سفن آسيا، بضايع أفريقيا، أسواق أوروبا، كلهم هيمروا من خلال نقطة واحدة. ناس كتير بتسأل، هو ميناء السخنة بقى ميناء إماراتي؟ ملكية مين؟ وليه شركات أجنبية بتشغله؟ والحقيقة إن الموضوع أبسط من كده بكتير. أولاً، الملكية 100% مصرية. ميناء السخنة أرضه، مياهه، البنية الأساسية، الأرصفة، المعدات الثقيلة، كل ده ملك للدولة المصرية بالكامل، وتحت الإشراف الكامل للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ولا يوجد أي طرف أجنبي له حق ملكية في الميناء نفسه. ثانياً، التشغيل ده نموذج عالمي. في العالم كله الموانئ الكبرى بيتم تشغيلها بالنظام ده: بورت أونرشيب مصرية، بورت أوبريتر شركة عالمية. ليه؟ لأن الشركات العالمية عندها خبرة تشغيل لوجستي عالمي، شبكات خطوط ملاحية، تكنولوجيا، وأنظمة إدارة حديثة، قدرة على تسويق الميناء عالمياً. وده بيرفع تصنيف الميناء ويجيب حركة تجارة جديدة لمصر. والمهم، الشركة المشغلة مستأجر التشغيل مش مالكة. ثالثاً، المشغلين في السخنة مش إماراتيين فقط. ميناء السخنة يشتغل عليه أكتر من شركة. 1. موانئ دبي العالمية الإمارات، مشغل لأحد الأرصفة. 2. تيدا الصينية، شركات لوجستية صينية، تطوير وتشغيل مناطق صناعية وخطوط شحن. 3. شركات مصرية حكومية وخاصة، تشغيل، نقل، تخزين، خدمات بحرية. يعني الميناء مش إماراتي، ده ميناء مصري بيشتغل مع مشغلين من 3 دول: مصر، الإمارات، الصين. 4. العائد المالي. مصر بتكسب إيه؟ ده أهم جزء. رسوم الميناء 100% لمصر، رسوم أرصفة، رسوم مناولة، رسوم خدمات بحرية، رسوم تراخيص، رسوم المناطق اللوجستية، ده داخل مباشر للدولة المصرية. 2. إيجار وتشغيل الشركات الأجنبية. الشركة الأجنبية بتدفع إيجار سنوي بملايين الدولارات، نسبة من الأرباح للهيئة الاقتصادية، استثمارات مباشرة في المعدات والبنية التحتية، وده كله داخل لمصر بدون ما الدولة تدفع مليم. 3. الضرائب، ضريبة شركات، ضريبة قيمة مضافة، جمارك، ضرائب العمالة. 4. فرص عمل المصريين، بيشغلوا الرافعات، الإدارة، الدعم الفني، الأمن، الخدمات اللوجستية. والمشغل العالمي ملزم بتدريب العمالة المصرية. 5. الاستثمارات الصناعية حول الميناء. المصانع الصينية والأجنبية في السخنة بتصدر وتستورد عبر الميناء، وده بيخلق وظائف صادرات، إيرادات جمارك، تصنيع محلي، خدمات شحن. الخلاصة للجمهور: الميناء مصري، 100% ملكية مصرية، لكن تشغيله مشترك مع شركات عالمية علشان يجيبوا خطوط ملاحية وتكنولوجيا واستثمارات. وده بيجيب لمصر مليارات سنوياً من رسوم ومناولة وضرائب واستثمارات. ده نموذج عالمي، وبيحصل في موانئ روتردام، سنغافورة، جبل علي، فالنسيا، طنجة، مش اختراع مصري.
ده المعايير العالمية للموانئ الحديثة. في لحظة محورية زي اللحظة دي لازم نفهم إن اللي بيحصل في ميناء السخنة مش مجرد تطوير لميناء ولا مجرد توسيع لأرصفة. اللي بيحصل هو إعادة كتابة شكل البحر الأحمر بالكامل. السخنة النهاردة مش بوابة لمصر بس، دي بوابة بين قلب أفريقيا وأسواق آسيا، بين مصانع الصين ومستهلكي أوروبا، بوابة تربط الشرق بالغرب وبتحول الساحل المصري من خط على الخريطة إلى محور اقتصادي عالمي بيتحرك قدام عينينا. ومع إن البحر الأحمر هو البداية، إلا إن قوة المشروع الحقيقي مش هتظهر غير لما نفهم إن السخنة مش واقفة لوحدها، لأ، دي جزء من شبكة ضخمة بتمتد من السويس لحد الإسكندرية، ومن العين السخنة لحد الدخيلة. شبكة هدفها الأساسي ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وربط مصر كلها بخريطة تجارة جديدة. إحنا النهاردة شفنا ليه الميناء اتعمل، إزاي اتطور، إزاي بيشتغل، وإزاي بيدخل فلوس لمصر. وشفنا قد إيه السخنة بقت بوابة المستقبل بدل ما تكون مجرد محطة على الطريق. لكن القصة لسه ما خلصتش، لأن الميناء مهما كان ضخم ما يسواش كتير من غير شبكة طرق تربطه بباقي الجمهورية. وما ينفعش يبقى عندك ميناء عالمي وتسيب البضايع تتعطل على الطريق. علشان كده الأسبوع الجاي هنتكلم عن الشبكة اللي وصلت البحر الأحمر بالبحر المتوسط، شبكة الطرق اللي ربطت الموانئ ببعض، واللي من غيرها ما كانش مشروع السخنة هيبقى ليه أي قيمة. استعدوا، لأن اللي جاي مش مجرد طرق، اللي جاي هو أكبر شبكة نقل في تاريخ مصر الحديث.